السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة واحسن حال. لو انتوا اول مرة تشوفونا في قناة منوعات فادية، اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك. لو انتوا اول مرة بتشوفونا تشتركوا في القناة وتشيروا الفيديو لاصحابك عشان كلنا نستفاد. النهاردة بقى هنعمل كيكة تفاح لذيذة جدا، سهلة وما بتاخدش وقت ولا تحتاري ولا هتدخلي في الفرن ولا اي وجع دماغ خالص. حاجة يعني مش هتاخد منك يعني بالكتير 10 دقايق. دلوقتي معايا ايه؟ معايا هنا بولة. هاجيبها كده تكون بولة مناسبة عشان ايه ان انا اعرف اضرب فيها المكونات بتاعتي، لان انا طبعا مش هستخدم خلاط ولا مضرب كهرباء، انا هستخدم المضرب اليدوي. معايا هنا بيضة، لو عندك بيض بلدي بيضتين صغيرين، لو هي بيضة بيضة كبيرة. معايا هنا بيضة، معايا هنا كوباية. اولا نحط بقى شوية الفانيليا. لو عندك فانيليا سايلة تمام. حطي فانيليا سايلة، معلقة فانيليا سايلة، او انا حطيت كيس من الفانيليا دي. لان ما كانش متوفر عندي الفانيليا السايلة صراحة. ومعايا برضو هنا كمان. معايا هنا ده سكر بودر يا جماعة. عايزة تحطي سكر عادي تمام، بس انا قلت سكر بودر هيسهل عليا الضرب. حطيت هنا حوالي معلقتين كبار سكر بودر. هبتدي بقى احط كمان الزيت. معايا برضو هنا حوالي معلقتين زيت كبار. اهم حاجة يكون الزيت بتاعك اللي بتستخدميه للكيكة زيت نظيف، ما يكونش زيت ليه ريحة كده. حطيت يعني هنا حوالي معلقتين زيت كبار. هبتدي بقى ان انا اضرب المكونات دي كده في الاول، اخلط البيض والزيت والفانيليا والسكر مع بعض. براحتك بقى، عايزه تستخدمي مضرب اليدوي تمام مفيش مشكله، انتي وراحتك. معايا هنا كوبايه حليب، بس انا مش هاخدها كلها. انا اولا نزلت بحوالي نص كوبايه الحليب عشان امشي السكر والزيت معايا كده. وبعدين اما انزل بالكوبايه الدقيق بتاعتي، بشوف لو انا العجينه تقيله معايا هفضل ازود لبن لحد ما اوصل معايا لقوام عجينه الكيكه. يعني انا ولا عايزاها خفيفه قوي ولا تقيله قوي. هنزل بقى هنا بكوبايه الدقيق بتاعتي، اهم حاجه تكون الكوبايات نفس المقدار. قلبتها هنا شويه. هنزل بقى بمعلقه بيكنج باودر صغيره. شايفين العجينه تقيله معايا؟ محتاجه سايل حاجه تخليها تفك معايا شويه. هنزل بقى بشويه لبن. عايزه اقول لكم ان انا ما استعملش الموضوع ده كله، يعني حوالي آه، يعني اقل من 3 ارباع كوبايه اللبن. هي كده في القوام ده بقت كويسه معايا. يعني سايله كده تنزل معايا والمضرب ماشي فيها كويس. بصراحه يا جماعه جربوها جدا، يعني حاجه خفيفه كده في الشتاء بتدفي، ما بتاخدش وقت. هتعمليها على الفرن على البوتاجاز من فوق، في طاسه في حله انتي وراحتك. ده بقول لكم هنا القوام بتاعي خلاص كده وصل القوام ده. يعني شايفين اخدت نص الكوبايه واقل من ربع الكوبايه كمان، يعني 3 ارباع الكوبايه ومش باخده كله. معايا هنا بقى حله مقاس صغير. الحله دي تقريبا كانت مقاس 20 معايا. عايزه بقى انت تعمليها في طاسه مفيش مشكله. هنزل بقى بقطعتين زبده كده محترمين. ما حطيتش بقى هنا زيت هنا في الحله هنا خالص. بسيح الزبده كده لحد ما تسيح معايا خالص. وبعدين معايا هنا بقى قطع تفاح كده، مقشرة تفاح. انت وراحتك، عايزة تسيبي التفاح بقشره مفيش مشكلة، بس عشان يعني ما يطلعش في الاكل معايا كده قشر التفاح. فطبعا هقشره واقطعه شرايح رقيقة برضو مش كبيرة. معايا الزبدة هنا. ابتدت ان هي تسيح شوية كده. هنزل بقى بحوالي 3 معالق سكر بودر. السكر ده كان يعني حاسه ان هو اتكتل معايا كده، لان انا كنت طحناه من شويه، يعني من كام يوم كده، مش في نفس اليوم. هبتدي بقى ان انا اقلب فيه كده لغايه ما السكر يدوب في قلب الزبده والزبده تسيح خالص.
ما تخافيش الزبدة مش هتتحرق منك خالص. احنا موطيين النار وطبعا نزلنا بالسكر، فما تقلقيش خالص، ما تقوليش هزود زيت ولا حاجة. احنا كفاية كمية الدهون اللي احنا حاطينها، حاطين مكعبين زبدة كبار، وحاطين حوالي معلقتين زيت كبار جدا في قلب العجينة بتاعتي. وطبعا انت عايزة تزودي سكر، تمام زودي سكر زي ما انت عايزة، بس بالنسبة لي دي كانت كمية السكر دي كانت مناسبة جدا، عشان انا برضو ايه يعني ايه مش عايزين ناكل حاجة مسكرة قوي. إيه يعني، هرجع واقولك انتي السكر على حسب راحتك. معايا هنا بقى قطعة تفاح. كانت هنا السكر والزبدة يعني اتكرملوا شوية. هبتدي بقى ان أنا انزل بالتفاح يكمل اللي هو الكرملة مع الزبدة والسكر، وهوطي عليهم برضو شوية عشان السكر والزبدة ما يتحرقوش مني. هحاول ان انا املى الحلة بتاعتي كلها كده، او الطاسة اللي انت بتعملي فيها، ما يعني ما تحاولي ان انت ما تسيبيش فراغات. لو لقيتي مكان فاضي حطي فيه. هي كده كده عجينة الكيكة سايلة، هتنزل بين الفراغات دي. بس طبعا احنا بنستغل ان احنا ايه اولادنا ما برضوش ياكلوا التفاح، فهنحط التفاح في الكيكة هياكلوه. بصراحة كانت طعمها جميل جدا ولذيذة. سايبة هنا التفاح يتكرمل بقى كده ويغلي مع الزبدة والسكر. هبتدي بقى ان انا ايه انزل بالكيكة بتاعي، خليط الكيكة بتاعي. إيه بديله برضو تقليبة كده عشان ايه ينزل معايا بسهولة. وبعدين بجيب سباتيولا واقوم بنزلاه. طبعا بنتي كانت واقفه جنبي، اخدت التفاح اللي فاضل اكلته ما شاء الله عليها. هي قاعده مستنيه تقول لي هي كيكه هتخلص امتى يا ماما، كيكه هتخلص امتى. هنزل بقى بالخليط بتاعي ده كله. وهرجع بقى ان انا ايه اساوي، إيه عشان الكيكه تكون ايه يعني ايه واخده من التفاح كله، وتكون متساويه في الحله بتاعتي. هبتدي بقى ان انا ايه اغطي عليها. هسيبها بقى لمدة ايه 20 من 20 دقيقة ل30 دقيقة على البوتاجاز على نار واطية خالص. هنا بختبرها، جيت هنا بعد هنا يعني ايه بعد 25 دقيقة جيت ان انا اختبرها، الخلة بتاعتي طالعة ما شاء الله. ناشفة خالص مفيش فيها اي عجينة. عايزة اقول لكم ان هي انتفخت شوية مش عارفة ليه، بس بصراحة كانت جميلة جدا، واخدة لون حلو من تحت. طبعا انا مش هدخلها الفرن، هي يعني هي تقريبا اوريدي اخدت لون، يعني مش مشكلة الحتة الصغيرة دي. بس بصراحة شكلها تحفة وجميلة جدا. شايفين الزبدة والسكر عاملين ايه في التفاح من تحت. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم. هستنى ان انتوا تقولوا على رأيكم في الكومنتات. لو عجبتكم تقولي رأيكم اذا كانت عجبتكم ولا لا. بصراحة حاجة كده خفيفة جدا ولذيذة. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا لأول مرة بتشوفوه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.